صباح الخير. انا النهارده في الاردن وكنت عايزه اعمل فلوجز معاكم، بس انا عايزه اعملها بطريقه مختلفه شويه. انا كده كده هوريكم البلد. يلا معايا. اوكي، سو احنا فيرست ستوب هنروحها هي جبل نبو. جبل نبو، كده صح احسن. في البداية أهلا وسهلا فيكم بالمملكة الأردنية الهاشمية. احنا الآن موجودين في مدينة مادبا، اللي هي تعني مدينة الماء والفاكهة. هي مدينة مقدسة وفيها معالم سياحية، زي ما احنا موجودين بجبل نبو. جبل نبو هو بيرجع اسمه لآلهة التجارة البابلية. طبعا احنا الآن في ارتفاع أكثر من 800 متر فوق سطح الأرض. موجود احنا الان قبالنا الصاين بذكر المدن اللي احنا ممكن نقدر نشوفها من هون، وبالاضافه للبحر الميت، وبالاضافه لرام الله والقدس. المكان اللي احنا فيه مقدس لجميع الديانات. سيدنا موسى وقف في المكان اللي احنا واقفين فيه ونظر لارض الميعاد وتوفى هنا. ومقدس للديانه المسيحيه. هلا راح نشوف الكنائس الموجوده من القرن الرابع الميلادي، وفي كنائس من ايام القرن الخامس والسادس ميلادي، وايضا مقدسه للديانه الاسلاميه لذكرها في حديث صحيح. هي المنطقه اللي يكثر فيها الكثيب الاحمر، وهو عباره عن ضباب، تشبيه قريب من الضباب لكن لونه الاحمر الغامق. احنا موجودين الان في موقع حج مسيحي. الموقع الاول هو المغطس اللي بيتم فيه التعميد. الموقع الثاني جبل نبو اللي احنا موجودين فيه. الجبل الثالث هو جبل مكاور، هو المكان اللي عاش وتوفى فيه سيدنا يحيى. الموقع الرابع كنيسة سيدة الجبل في عجلون، والموقع الخامس تل مارليان. الكنيسة اللي انتم شفتوا اغلب الفسيفساء الارضية اللي كانت موجودة هي عبارة عن رسومات لحيوانات كانت موجودة في منطقة الاردن وفلسطين، من الاسود والدببة والى اخره. للعلم مدينة مادبا اللي احنا موجودين فيها هي مذكورة في الإنجيل أكثر من القدس. لا يعني أنه هي أهم قدسية من القدس، لكن هذا يدل أنه لها قدسية مكانة في الديانة المسيحية. نعم. هلا احنا قدامنا بنشوف التمثال، هو عبارة أو عمل فني، هو هدية من النحات إيطالي أهدى لجبل نبو، وهو عبارة عن مزيج بين الصليب زي ما احنا شايفين والأفعى. هلا احنا حكينا عن عيون موسى، هي أحد عيون المياه اللي ضربها سيدنا موسى بالعصا بالصخر وانفجرت عيون المياه. وأكبر دليل الخضار اللي احنا شايفينه موجود تحت، هذا بدل انه لسه عيون المياه تتدفق منها المياه. وموجودة أيضا في منطقة اسمها وادي موسى في محافظة معان اللي موجود فيها مدينة البتراء الأثرية. اهلا وسهلا فيكم بالمغطس. احنا في اكثر مكان معتمد للحجاج المسيحيين. زي ما ذكرت لكم كمان بجبل نبو عندنا 4 مواقع حج مسيحي في الاردن. في بدايه الامر اقدم اثار وجدت للانسان في هذه المنطقه في العصر الحجري الحديث. الان احنا في اهم منطقه اللي هي البركه المعمدانيه، واحنا كمان راح ان شاء الله نشوف نهر الاردن، المكان اللي تم فيه تعميد سيدنا المسيح من قبل سيدنا يحيى يوحنا المعمدان. جماعة الخير، في المكان اللي احنا موجودين فيه هو عبارة عن وادي يلقب في وادي الخرار. هو أجزاء متهالكة وقليلة من بقايا الكنائس البيزنطينية. طبعا احنا بنعرف هم الرومان اللي اعتنقوا الديانة المسيحية. في أي مكان تواجد فيه سيدنا المسيح سيدنا يحيى اللي هو يوحنا المعمدان تم بناء كنائس. أغلب السائحين بيسألوني حمزة ليش الكنائس بقي منها الآثار بهذا الشكل؟ طبعا بحسب المصادر الموثقة اللي احنا بنعرفها هي عبارة عن العوامل الطبيعية، لأنه اجى على الأردن زلزال اللي هو يلقب في الزلزال الكبير بعد القرن السادس ميلادي. كذلك الأمر فيضان النهر. احنا هلا راح ننزل من نهر الأردن أسفل، راح أورجيكم قديش احنا قريب، وهو عبارة عن حد طبيعي بينه وبين
فلسطين، لكن النهر بقل. هو مصادر المياه موجودة بصب من مياه العاص وبنياس، يصب في نهر الأردن ثم في البحر الميت. إذا نقص نهر الأردن سوف ينقص البحر الميت. وآخر قراءة إحصائية إنه البحر الميت عماله كل سنة بينقص متر واحد، وهذا مؤشر خطير. ما بدي أحكي أنا بعدد السنوات، ممكن بعد 70-80 سنة لا يوجد بحر ميت، لكن نحكي إنه 1 متر بالسنة هذا مؤشر خطير.